أما نحن فكان علينا انتظار كلاسيكو بشبابيك مغلقة كي نشاهد عرضا كرويا غنيا غاب عن القمة منذ زمن. تبادل الفريقان الأدوار، تأرجحت البطاقة بين العاصمتين، تارة مالت إلى الاقتصادية حين تقدم الرجاء بهدف لسمويتيس، وأخرى عادت إلى الرباط بهدف التعديل من يوسف أنور. حلت الدقيقة 55 لتشهد منعطف المباراة. خرج الزكرومي مطرودا، وفي اللحظة ذاتها منح الكروش التقدم للرجاء. سيناريو كان بإمكانه حسم الأمور نهائيا لصالح النسور، لكن حدث العكس. ب10 لاعبين فقط انتفض العساكر. عدل عبد السلام بن جلون الأوضاع، ثم عاد يوسف أنور ليتلاعب بدفاع الرجاء، ليطلق بعدها القائد شكير رصاصة الرحمة على مساعي الرجاء للتعويض.